تعالوا يا بنات شوفوا هنعمله البسكوت الزبدة ازاي بطريقة سهلة وبسيطة، هش كده وبيدوب في البق يدوب. تعالوا نشوفوا مع بعض. معايا كيلو زبدة مطلعاه من التلاجة قبليها بنص ساعة، واخد حرارة الغرفة ومقطعاه مكعبات صغيرة. ضربته من المضرب لحد ما ناعم معايا. هبدأ انزل عليه بنص كيلو سكر بودرة بالطريقة اللي انتوا شايفينها فيه. هضرب لحد ما اخفي خالص السكر بودرة، وبعد كده هنزل بالبيض بتاعي تدريجيا. كام يمسك البيض؟ 10 بيضات ورشة فانيليا. تمام كده. هبدأ انزل باربع بيضات، 4 بيضات او 3 بيضات يعني. اضربهم وبعد كده ابدأ انزل الباقي زي ما انتم شايفين بنفس الطريقة دي يا جماعة. هي شرحة نفسها الطريقة، اسهل طريقة دي يا جماعة، وبتاعة المحلات يعني طريقة المحلات بالظبط. هتاكلي بسكوت تحفة جدا. ونزلت ببش برتقال بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. شوفوا بقى ضربت الزبدة لحد ما فتحت معايا وبقت لونها عامل ازاي. هبدأ انزل برشة ملح بسيطة خالص، وبعد كده انزل بكوبايتين برتقال، كوبايتين الشاي العادية بتاعتنا يعني الموجودة في كل بيت مصر. ومعايا معلقة كبيرة كاستر نزلت بيها بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. والدقيق بتاعي كيلو ونص، عليهم باكو بيكنج باودر، باكو واحد بس يا جماعة. هخلط البيكنج باودر مع الدقيق كويس جدا، وهبدأ انزل بيه كله. وهبصوا زي ما انتوا شايفين كده يا حبايبي، نزلت بشوية خفتهم، وبعد كده هبدأ انزل بشوية كده بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. عجينة سهلة يا جماعة، والعجينة طرية مش ماسكة. ادي الكيلو ونص بتوعه همت بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. وتعالوا بقى نشوف هنقطعوه مع بعض. العجينه خلاص كده يا جماعه. هجيب صينيه امسحها بشويه زيت، ومسخنه فرني كويس جدا على فكره قبل ما اخلص البسكوت. ادي البلبله بتاعتي اهيت اللي انتوا شايفينها بتاعه البسكوت دي، هتلاقيها عند مستلزمات الحلواني. خلاص كده بقطع البسكوت بالطريقه دي. اسهل بسكوت تعملي، ولا تقعدي تلفي مكنه ولا اي حاجه. ان شاء الله المكنه بتاعتي مش موجوده والله عندي. ان شاء الله لما اجيبها باذن الله هوريكم طريقه البسكوت اللي بالمكنه. طريقته برضو سهله وبسيطه. خلاص كده ببدا اقطع معاكم اهو بكل سهوله يا جماعه. بسكوت كده سهل وبسيط. مولعه فرني على 180. بصوا طلع بسرعه اهوت في ثانيه، وما شاء الله اللون تحفه جدا وهش جدا.